صورة الثورة في البحرين. هل أنت يجب أو أخاف أن؟ بالنص ما في زر. خصوصا أنه أنت بتحملي الجواز البحريني. بتشرف فيه، بتشرف فيه من جلالة الملك. يجب أن أو هذه ثورة على جلالة الملك. وأنت داعمة الثورات وداعمة الديمقراطية وداعمة حقوق الشعب. نعم، يجب أن نعرف أنه مو كل دولة بعالمنا العربي بيقدروا شعبها يقوموا ثورة إذا ما كان عندهم الحجة القوية البالغة. أنا من الناس اللي أحترم دول الخليج وأقدر تماما. لا إطلاقا، أنا إلي مصلحة مع كل العالم يعني إنه أنت مع الانقلاب على النظام بسوريا وبمصر وبكل العالم العربي، بس البحرين لا، لأنه أنا في علاقة بالبحرين، أنا عم بحكي بالخليج تجمعني مع أو صداقة مع جلالة الملك. يعني يا ريت أتشرف فيها بس ما في صداقة، بس أتشرف فيها ما في صداقة. أنا بيجمعني صداقة مع أقارب لجلالة الملك. نعم. بتشرف فيها، بس كمان أنا تجمعني صداقة مع أقارب لا بشار الأسد. نعم. صداقة أكبر وعمرها أطول. أنت مع الثورة في البحرين ولا لا؟ لا. ليش لا؟ يعني يمكن لأني ما فهمتها، ويمكن لأني أنا بعرف قديش الشعب. يمكن لأنه الثوار في البحرين من طائفة تختلف عن طائفتك؟ إطلاقاً. أولاً يعني أنا ما فهمت أساساً سبب الثورة، يعني واسمح لي أقول لك. يعني عم بيطالبوا بحرية، عم بيطالبوا إنه هي طلعت بنفس وقت ثورة سوريا. طلعت، فنحن كثير انغمسنا بتفاصيل ثورة سوريا ومصر بما أنه ساكنين فيها. ما بعرف، أنا بحس كثير الخليجيين قيادة وناس يعني من بحس كثير قلبهم على الناس، عطاءاتهم كثيرة. يعني وبحس نحن ببلادنا يعني أنا أتخيل كل اللي عملتيه بهالحلقة من أولها لآخرها، كل المصداقية اللي انحكى فيها بتصور بهيدي اللقطة. لا معلش، اسمح لي بينت انه مصلحة أصالة فوق كل اعتبار، فوق كل ثورات، فوق كل ديمقراطية، فوق كل حرية. كيف مصلحتي أصالة كان فيه على فكرة. شفتي شو مشكلتنا ما جاوب على سؤالك إطلاقا. شفتي شو مشكلتنا نحن؟ هيدي مشكلة. لا، أنا ما بسمح إطلاقا إنك تقلي موضوع طائفي. أنا ما قلت طائفي. لا، أنت بتقول موضوع طائفي. أنا قلت مصلحة، أنا قلت ممكن يكون موضوع طائفي. لا، ولا مصلحة ولا طائفي إطلاقا. إنه أنت مع كل الثورات بالعالم العربي إلا بالأماكن اللي عندك مصلحة مع الأنظمة فيها. لا، ما فهمنا لأنه هدفها ما فهمنا. ويمكن لأني أنا بحس إنه هدول الشعوب قديش عطائين، هدول القيادات قديش عطائين مع شعوب.